السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا فيديو جديد، وصفة جديدة. مرحبا بكم على قناة زينة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيكة بالحامض، كتجي لذيذة بزاف وطالعة ما شاء الله، كتجي خفيفة ومهوية، غير مكلفة، اقتصادية. غادي نعطيكم المقادير اللي يكونوا مضبوطين، وحتى الطريقة غادي نشرح لكم بالتفصيل الممل. فبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو، تفاعلوا مع الفيديو بلي لايك ديالكم والتعاليق ولو غير بنقطه، لان عندي مشكل كبير في القناه، هو ان لي فيديو ديالي ما بقاوش كيتقترحوا نهائيا، وحتى الاشعارات معظم الناس ما بقاوش كيوصلوا من الاشعارات ديال القناه ديالي. فكنتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو، الله يجازيكم بالخير، باش هكا يرجع لي التفاعل على القناه. وبلا ما نطول عليكم نبداو على بركه الله. غادي نحتاج هنايا ياغورت بنكهه الفاني، كاس ديال الزيت يكون ما عامرش مزيان، نص كاس ديال الحامض عصير الحامض، عندي كاس ديال السكر يكون حتى هو ما عامرش مزيان. كنحتاجو رشه ديال الملحه حتى هي لتعديل الذوق، ضروري انكم تضيفوا اي حلوه كتضيفوا فيها رشه ديال الملحه. حامضه اللي كتكون محكوكه كنحك لها غير داك الفوقاني ديالها بالحكاكه الرقيقه ديال الثومه. ما كنحاول ما نوصلش لذاك الابيض لانه كيكون مر. عندي هنا 4 ديال البيضات، الحجم ديالهم متوسط، الا كان عندكم البيض كبير فديروا غير 3 فقط. كنحتاج هنايا 2 خمارات ونصف مع ساشي ديال سكر الفاني. ممكن تستغناو على الساشي ديال سكر الفاني، ماشي ضروري، غير هكا باش كنزيدو نعطيو واحد النسمه زوينه. وكنحتاج 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق اللي كيكون مغربل من قبل، حاجه طبيعيه باش الكيك ديالنا كيجي خفيف وكيجي مهوي. اول مرحله غادي نبدا بها واللي هي اساسيه في تحضير الكيك، كناخذوا البيض كنطربوه هو الاول مع السكر. غادي ندير هنايا البيض 4 ديال البيضات، غادي نضيف معهم داك الكاس ديال السكر والكيس ديال السكر الفاني، وغادي نضيف معهم حتى رشه ديال الملح، وكنطربهم مزيان حتى كيبيض ليا الخليط. هذه المرحله كتكون ضروريه في الكيك، منها ان الزفوره ديال البيض كتنحى لينا ما كتبقاش، ومنها ان الكيك ديالكم كيجي ناجح، لان هذه الخطوه كتكون هي لا باز ديال الكيك. كنخلط مزيان البيض مع السكر، ومن بعد كنبدا نضيف المكونات الاخرى تدريجيا. كنضيف الزيت وكنضيف دانون، عاد اخر حاجه كنضيفها هي الحامض، لان الحامض ما خصنيش نبقى نطربو بزاف، غير هكا كنطربو غير شويه، غير على ما تخلط ليا وتجانس مع المكونات الاخرى فقط. الاخوات اللي كيشاهدوا هذا الفيديو وصلوا معايا لحتى لهنا، فما تنسوش انكم ديروا لايك للفيديو، وخليوا لي ولو غير نقطه في التعاليق، يعني تفرجتوا في الفيديو فدعموني وجزاكم الله خيرا. لان المشكل الكبير اللي وقع لي في القناه ديالي صراحه الله وما عرفتش اشنو هو السبب ديالو، هو ان لي فيديو ديالي ما بقاوش كيتقترحوا نهائيا، الاقتراحات ديال يوتيوب ما بقاوش عندي في القناه نهائيا، وحتى الاشعارات فمعظم الناس كيقولوا لي باللي ما بقاوش كيوصلوا من الاشعارات ديال لي فيديو ديالي. فكنتمنى اي واحد شاف هذا الفيديو يبارطاجي مع الاهل والاحباب ديالو، لكل من يهمه الامر، يعني بارطاجيو مع الناس اللي كيهمهم مثلا الطبخ. يعني ما غاديش نقول لكم بارطاجيو مع الناس اللي ما باغينش يشوفوا هذا الفيديو اصلا. فكنتمنى يعني الصوت ديالي يوصل لكم وتفاعلوا مع القناه، الله يجازيكم بالخير، باش غير يرجع لي التفاعل الاول، لان القناه ديالي عفوا، لان القناه ديالي راها مازال صغيره، ولكن كان عليها تفاعل حسن من هكا في هذه الاونه الاخيره، هبط لي التفاعل بزاف وما عرفتش اشنو هو السبب. فكنتمنى انكم تشجعوني وتعاودوا تدعموني من جديد، والله يجعلها في ميزان الحسنات ديالكم. رجع معكم هنايا من بعد ما كنخلط المكونات في المولينيكس مزيان، كنخوي داك الخليط في واحد الاناء، كنضيف 2 خمارات ونص، وكنضيف 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق اللي كيكون مغربل. حتى الخمارات كنغربلوهم ضروري باش كنحصلوا على نتيجه افضل. القوام ديال الخليط كيكون هو هذا، ما ثقيلش بزاف وما خفيفش بزاف، لانه الا كان خفيف بزاف غادي يطلع لكم مزيان في الفران، ولكن فاش غادي نخرجوه غادي يتعاود تهبط لان الدقيق قليل. الا كان الدقيق زايد يعني الخليط ثقيل فغادي تجيكم طالعه، ولكن في نفس الوقت فاش كتحلوها من الوسط كتلقاوها ثقيله، يعني هي كتكون طالعه زوينه ولكن كتجي في الماكله ديالها ثقيله. غادي ندوز هنايا، خديت هاد المول دهنته بشويه ديال الزيت، رشيته بالدقيق، وغادي نخوي فيه الخليط، ومن بعد كندخلها للفران اللي كيكون بارد. الا كان ما كيصدقش لكم الكيك فجربوه في الفران اللي كيكون بارد، كنشعلوا عليه غير من التحت. في الاول كنجهدوا
العافيه، غير كنحسو بالفران راه سخن كنقصوا عليها، كنخليوها على شعله اللي كتكون مهيله حتى كطلع لينا الكيك. ولكن فاش تخشيو الكيك ما تطلعوهاش الفوق، يعني خليوها قريبه للعافيه اللي لتحت، لان الفران كيشد الحماوه من الفوق، فممكن انها تحمر لكم الفوق قبل ما طيب. الوقت ديال الطياب ديالها فكتاخد من 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. العافيه دائما كتكون مهيله، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. من بعد ما كنخرجها كتجي هشيشه وخفيفه، ما كتجيش قاصحه وما كتجيش مدقسه نهائيا. هنا غادي ناخذ هاد الكريمه ديال الحامض. بالنسبه للكريمه ديال الحامض درت فيها نص كاس ديال الحليب مع نص حامضه معصوره مع معلقه ديال السكر. ممكن انكم ديروا الماء في بلاصه الحليب، يعني كيبقى لكم الاختيار. انا هنا درت الحليب. الا درتوا الماء فغيجيكم اللون ديالها ماشي فحال هذا اللون هذا، ما غيجيكمش اللون ديالها ابيض. ولكن المذاق راه تقريبا كتجي فحال لانها كتجي المذاق ديالها ديال الحامض. غادي نزينها بهذا الشكل هذا. نتوما كيبقى لكم الاختيار، الا بغيتو تقدموها غير عاديه، يعني كتخرجوها من الفران كتقدموها غير عاديه، كيبقى لكم الاختيار. هنا خديت الحامض قطعته بهذا الشكل هذا حتى هو غادي نزين به، وخديت القشره ديال الحامض حكيته حتى هو غادي نزين به بهذا الشكل هذا، غير هكا باش كنعطي واحد الغابيل باللي راني دايره فيها الحامض، وحتى المنظر ديالها كيجي زوين بهذه الطريقه. غادي نقطع معكم واحد الطرف باش كتشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. راه كتجي غزاله صراحه الله، غير جربوها. كيجي في هذاك المذاق ديال الحامض رائع جدا. انا من الناس اللي كنحماق على المذاق ديال الحامض، داكشي علاش كتعجبني هذا الكيك. الاغلبيه كنحضرها بالحامض ولا الليمون. الشكلاط ما كنبغيهش بزاف. هنا يلاه كنوريكم، راه بنتي بدات كتبكي على داك الطرف عطيتو ليها، وهنا غادي نقطع لكم طرف اخر باش كتشوفوا كيفاش كيجي. كتجي هشيشه بزاف وكتجي ناجحه. جربوها وبالصحه والراحه.